لو عندك عزومة وعايزة تعملي 20 رغيف او عندك اطعام وعايزة تطلعي 20 رغيف حواوشي، تعالي اقولك الكميات محسوبة ومظبوطة. يلا هاتي 2 كيلو لحمة، 4 بصلات كبار و4 فلفلات. هنتبل بمعلقة ملح كبيرة، معلقة توابل لحمة كبيرة، ومعلقة فلفل اسود يعني نص معلقة كبيرة كده. ماشي. اول حاجة واساسي اساسي في الحواوشي ان الرغيف يبقى حلو قوي. يعني شوفي احسن مخبز عندك وهاتي منه العيش البلدي يكون طازه، يعني اللي هو انت لسه جايباه هتعمليه دلوقتي حالا، ولو جبتيه من الصبح فرديه. طيب هنا وزننا ان كل رغيف هيكون فيه 100 جرام لحمه، ف100 جرام في 20 يبقى كام؟ يبقى 2 كيلو لحمه. تمام. خلاص انت خلصتي حشو، هتبداي تسيحي شويه زبده وتدهني كل رغيف. تمام. وتبقي مشغله الفرن من قبلها، تقريبا بياخد نص ساعه، وبقلبه مره في النص. ولو عايزين فيديوهات تانية للعزومات وحساب الكميات عرفوني في الكومنت، وما تنسوش تشتركوا في ليلس كيتشن عشان يوصلكوا الفيديوهات الجديدة. شكرا على وقتكم.